هيمان ابن عم الوفاوي في هيمان كنت اكتفي قد كان ظهره كاتفاوي كانوا بلسمي والمضاد فجأة جاني يبشع خبر هيمن مات قلب انفجر للمكيف قالوا قدور في حدث مروري حاد صنع سر مع شلته يرجع على تريلته جمارك بخست عيشته 3 أشهر وهو في كيات هيمن كان بصحبة علوي ابن العم هو كان لي وفي جدر وهو خارج هوي سر الحادث المجتهد. هذه القصيدة المرثية مرسلة من المملكة العربية السعودية وهي من صالح يحيى دحان أبو شيبة، وهي بعد وفاة المرحومين المرحوم ابن عمه هيمان جبران أحمد أبو شيبة والمرحوم علي صالح أبو شيبة رحمة الله تخشاهم وأسكنهم فسيح جناته وألهم أهلهم وضويهم الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون، الذي وافاهم الأجل إثر حادث مروري مؤلم بمنطقة جدر بصنعاء يوم الاثنين بتاريخ 29/12/2025. وكما يعزي بها نفسه أولا وأسرة الفقيدين العم جبران أحمد أبو شيبة وأخوان المرحوم جميعا، وكذلك أخوان المرحوم علي صالح جميعا وآل أبو شيبة عامة. كلمات صالح يحيى دحان أبو شيبة من أداء المنشد أبو علي الشام. يا رحمن يا معتلوي يا رحمن يا معتلوي قلبي والفؤاد من بلي سار الجيد ذي كان لهوي رصحي فرخ والشداد صالح قد كتب تعزيه ورسلها لكم بغيه والهجس رضا كافيه والظل حروف القصايد. يا رحمن ما لي سواك قصدي يا إلهي رضاك يا ذي ما عطى الله عطاك دوي يا عظم وجعته يا هيمان بعدك حزرا في جوبان كل اليمن موتك هز كل البدوان يا رب ارحمه يا ودود. والثاني علي يا رجال بن صالح توفى قبيل وقت الفجر جاه العجال واحنا والجمع في حدا رحمه الله. من كان سيد الشباب كالرجال ما يوم عاب والينصار ولا وغاب وعلمنا عليها الحدا هيمان بن عم الوفي في هيمان كنت اكتفي كذ كان ظهره كاتفاوي كانوا بلسمي والمضاد. الله يرحمه. صالح كان يشكي هموم من ضيق اليمن والغموم لابن العم ذيك اللزوم مهد في ليالي السهاد. هيمن قال صالح تعهول هيمن قال صالح تعهول ما تقلق وانا راس مال بتعشيره ووقفات رجال ولا تلقى لحد في العباد. هيمن قد وفى كلمته وسند صالح في غربته وقف عون شال كربته يسأل عنه في كل غار بفضل الله وبنا والعالم سارت غربتي دون هم قد لي شهر والخير عاوم حققنا جميع المراد فجأة جاني يبشع خبر هيمن مات قلب انفجر رحمه الله. المكيف قالوا قدور في حدث مروري حاد صنع سر مع شلته برجع على تريلته جمارك بخست عيشته 3 أشهر وهو في كيات هيمن كان بصحبة علوي ابن العم هو كان لي رحمهم الله. في جدر وهو خارج هوي سر الحادث المجتهد
وقت العصر قلبي رجاء، وريقي في فمي جف جف، للمهليش ما قد عرف، خايف غيري ذا الاعتياد. كنت عارف الواقعة اللي سببت وجعه في قلبي وضيق السعة، شلت مقلتي في انحياد. الضيقة وكل الوجع بانت ليش انا مفتجع، هيمن صار ما عاد رجاوع مدى الحيد والاعتماد. يوم اثنين هيمان موت بعد العصر ساعة وفات، مات النور مات الكفاوت سبب فقد لأهل البلاد. من بعده بساعة قلاويل توفى علي الأصيل رحمهم الله. بينه بهيمن قلاويل وقت الفجر ثاني انفقال. جتنا الصدمة الثانية كانت للقلوب داهية، أسرت بوشيبة الغالية خسرت فلدة فالكبار. صالح ما هني له رقابات لا عد نام ولا عد زوات، بقلبه نار قد سرما وعلى هيمان ضاق الفؤاد. صالح قال يا حناوي موتك يا أخي هدني، ليته ظل ما سابني وفلتني بدنيا الجهاد. أبو هيمان قلبه جراح حزن حل والسعد راح، دمعه دم فالخد سوا على هيمان قد صرغ موت. قلب أم هيمان اكتوى وعن الفرقة حزين اشتوى، وحزن الأم ما له دواء يجلس في القلوب كالودان. واخو هيمان احمد يقول سر الرزح سار القبول، من حزنه ما عاد قبول حزنه جاف حتى الميدان. محمد قال اخي كان سراوة عيني والدواء والعلاج، فهيمن ما عرفت احتياج، هيمن كان لاخوها الرجاء. زوجة هيمان فعل فراق قلبي بعد هيمان ضاق، شل الروح معه والعتاق بعده زاد ليلي سواد. جبرا بعد ابوه صار يتهوي جهل بيوت مهما عليم، لكن بعد ابوه له دعاويم عمومه رزحهم جياوات. البنت بعد ابوها تعاويش في كربه وما تنزليش، فرق العب ما ينتساويش حضن العب ما عاد تجاوات. شوبا وعا وامرا في انكراوه على من صار بعز الشباب، خساره فاتحه وانقلاه يصد فرحنا كالحصاد. يا جوبين يكفي جفاوه صاروا نورنا والضياء، علي صالح وهيمن سواوه في حدث يهز الكبود. المتشلع ارواح لنا كانوا شايلين همنا، كانوا عونهم نورنا فرقهم لنا كالفساد. يا رب اسألك يا كراويم صبر قلبهم يا عليم، وارحم قلبي من هو يتهوم من حسوا بضيق الوداد. واختم بالنبي المصطفى من ذكره الهم شفاء، ذكره كنز فيه اكتفاء من لنا القلوب الجمال. ذكره كنز فيه اكتفاء من لنا القلوب